السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعلوا كده عيد سعيد عليكم، والسنة الجاية كده إن شاء الله تكونوا كلكم على جبل عرفات. قلت بقى أشارككم بقى النهاردة الفطار بتاعنا. أول كده ما الجزار دبح على طول خدت الكبدة كده وهي سخنة، دي كبدة ضاني. قلت بقى ايه أشارككم الفطار معانا، هو يعتبر فطار وغدا في نفس الوقت. طبعا الكبدة اما بتكون لسه مذبوحة ولسه طازة كده ما بتتغسلش، بتتقطع على طول كده على طول. انا بقطعها شرايح. بحب بقى اشوح كده ايه الكبدة والكلاوي كده مع بعض ومع القلب، ويبقى ايه فطار كده حرش بمعنى اصح. لو تابعتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وننزل كده في التعليقات نصلي على النبي، واهم حاجة نحط اللايك هو اللي يرفع ايه الفيديو. هنا انا كنت بقطع بقى القلب بقى، هنا انا بقطعها بفتحه كده نصين عشان بيبقى فيه كده خيوط دم من جوه، فدي بشطفها الصراحة القلب والكلاوي. لكن الكبدة ما بغسلهاش، ما بيكون لسه مذبوحة كده ما بغسلهاش. تمام كده. يا ترى بقى انتوا كلكم بقى بتفطروا زينا كده كبدة وكلاوي وقلب، ولا بتفطروا فتة؟ هنا بقى انا جبت حتة بقى ليا، بحب كده ايه ادلع الكبدة بتاعتي كده بتديها طعم حلو. تمام كده كده كل حاجة جاهزة. جبت بقى طاسة وهنزل كده باللية، وعليها كده معلقتين من الزيت، معلقتين كبار، واسيبها كده ايه تسلي كده الدهون اللي فيها، وتكون برضو ايه اللي هي اتحمرت كده شوية. تمام كده. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. كده بقى كانت خلاص اتحمرت معايا خدت لون. هبدأ بقى انزل كده بالكبدة. عايزه اقول لكم الكبده الضاني ديت بتبقى طعمها سكر، ما بتاخدش سوا خالص، يعني يا دوبك تشويحه والتانيه بتكون استوت. هي عايزه اقول لكم هي بتتاكل نيه كده، بس طبعا لو على رقبتي ما تحطهاش في بقي نيه. كده خلاص انا بديها تشويحه، وهنزل كده عليها بمعلقتين توم كبار مفرومين. اول حاجه كده نزلت بمعلقه كمون صغيره، ومعلقه فلفل صغيره، ومعلقه كزبره. دي التوابل بتاعتي. انا بالنسبه لها هحط شطه، حابه تحطي شطه براحتك، مش حابه ده اختياري. يبقى ايه الاساسي معايا كمون وكزبره وفلفل. الملح بحطه في الاخر خالص، ما بحطوش دلوقتي. تمام كده. هنا بقى حطيت معلقتين توم كبار، بيديها طعم وريحه حلوه التوم. وهنا بقى في الاخر اول بقى خلاص ما اتحمرت معايا، بنزل كده بفلفل رومي الوان مع قرن فلفل سبايسي، وبحط بقى اظبط الملح ايه بتاعي. وبكده بتكون خلاص بديها تشويحة يا دوبك بس الخضار يدبل معايا. بنزل كده بعصرة ليمون، وبحب كده اخلي في قلبها شوية صوص. هي كده خلاص خلصت. شايفين الجمال؟ بجد تحفة، كانت طعمها لذيذ. اهم حاجة بقى بحط كده البهاريس اللي طالعة دهيت، الصوص اللي طالع منها في قلب السندوتش كده. ويا سلام على الجمال. يلا كل سنة وانتم طيبين، واتمنى كده ايه تكون الوصفة عجبتكم، واستنوني في وصفة جديدة من وصفات لومة، واشوف وشكوا على ألف خير.